ما يريدونه انقلب يقول ما كان يدافع به عنا من أبي الحسن. هذا هو. ولا والله إن هذا القول غلو، أن يبدع بالقوم، ومن شروط التبديع إقامة الحجة على من تبدعه، ومع ذلك هكذا غلو. يعني إمام الثقلين الناصح الأمين. أقول لك هذه الكلمة بارك الله فيكم ما هي محسوبة علي، إمام الثقلين، ولا أعتقدها ولا أقرها والله، لا من قبل ولا من بعد، الحاضرون سامعون. حصلت زلة من شاعر تاب إلى الله عز وجل منها، والتوبة يقبلها حتى الخوارج فضلا عن غيرهم، ومع ذلك ما زالوا يكررونها. إمام الثقلين ما أقر هذا، ولي بيان في هذا في منشور على الشبكات أن هذا خطأ، ولا أحب الغلو في ولا في غيري، وأعوذ بالله. نحن نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإن معنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. قالوا: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا. قال: أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان، إلى غير ذلك. نعم، فهذا والله لا هو قولي ولا أقره ولا من قبل. ربما بعض الأوقات أكون مشغولا عن القصائد يقرأها ويمشي، فإذا نبهت عليها نبهته، وقد نبهته عليها أن هذا خطأ وحذف هذه المقولة وتراجع عنها. كيف تكررون هذا؟ يعني يبحثون عن شيء يثبت الغلو، هكذا يبحثوا لهم عن شيء يثبت أن عندهم غلو. ما في شيء. والناصح الأمين غلو غلو غلو. أما كلمة الناصح الأمين والله هذه كلمة قالها الشيخ رحمه الله إحسانا ظنا بي، أحسن من إحسان ظنه بي. نعم، والحمد لله. أسأل الله أن يوفقني أن أنصح المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن أكون أمينا، ولا أحب الله المبالغة. وكثير من الناس أقول له: يا أخي احذف هذه، أنا ما أريد هذا الكلام، بعد هذا، ولا أحبه. نعم، وكلمة الناصح الأمين ولها أصل أيضا، لها أصل. الأمانة موجودة في الصالحين، والنصح موجود في الصالحين. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني أنها لها أصل. ففي الحديث قبل الأخير من صحيح البخاري كتاب التعبير قال الحافظ: ولا يعبر الرؤيا إلا من كان عالم ناصح أمين حبيب. هكذا قال في هذا الحديث، في شرح الحديث. وحتى في التستري يقول: كان في الحلية لأبي نعيم كان ناصحا أمينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي عبيدة: أمين هذه الأمة، وما إلى ذلك. هذا تأصيل المسألة وذكر المسألة. أما مسألة أني أنا أحب هذا، لا والله ما أحبه، وأحب أن أكون متواضعا ساكنا هادئا. ومن قال ذلك ممن مثلا يقول ناصح أمين كذا، بعضهم قال اترك هذا الكلام، بعضهم وأنت نفسك ربما قالوا فيك أشد من هذا، فلماذا الحمل علي؟ الناس يحبون من يرونه يعلمهم الخير، وربما بالغ بعضهم، وربما زاد ونقص، والخطأ مرجع، والله يوفق الجميع. قال: دعوة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني لم تكن هكذا، ودعوتنا والله لا من قول ولا من بعد لم تكن هكذا. والخطأ الذي إذا حصل من واحد اثنين وتاب منه ما يبقى يكرر هذا. وفقكم الله. اذهبوا وانصحوه، لا تطبلوا له، لا تصفقوا له، اتخذوا منه مواقف الرجال. أليس هذا تثوير يا إخوان؟ من يرضى هذا؟ والله لا يرضى هذا الشيخ لنفسه، والله، ولا يرضاه عالم لنفسه، ولا يرضاه حتى عسكري في جنوده. أحد العساكر قالوا له: يا أخي العدني فعل، فحصل أنهم يعني ماذا؟ قالوا: اذهب، وإن وفق الله عز وجل للخير وفقك، وإن بقيت كل في شأنه لا يحصل فتنة. قال: والله أصاب الحجوري، لو كان واحد من أفرادي عمل هذا في معسكري لطردته وفصلته، ما عاد لا واحد يعني يفسد في دعوة. أنت ترضى الآن أن يقوموا هؤلاء ثوارا علي؟ أنا أشكو من هذا التثوير من 7 سنين، هذا التثوير علي من 7 سنين أشكو منه، ولا يجوز والله يا شيخ. وسأحاجك عند الله بهذا وبغيره. أنا أدعو إلى السنة والله، وأؤذى من أجلها، وأصبر عليها، وأتحمل كثيرا، وأظنكم تعلمون. لا والله لا من أجل الدنيا ولا شيء، ولا من أجل يعني علوا في الأرض لا فساد، ولكن من أجلها. ثم بعد ذلك قوموا عليه، لا تطبلوا له، ما يطبلها، ولا الدعاء إلى الله عز وجل. ردوا على الشيخ ربيع فضلا أن يحيى، يردون على الشيخ ربيع. عندي عدة رسائل موقفها الآن وهم يقول سنرد، كيف هذا خطأ، فضلا أن يحيى. نعم، التثوير عليه ما يجوز. بارك الله فيكم.
إنه أضر الناس بالدعوة السلفية، لا أحد أضر من يحيى. لا إله إلا الله يا أخوان. يا أخوان، فيه يهود، فيه نصارى، فيه روافض، فيه بلاء، كلهم يشنون حربهم على الدعوة السلفية. أنا أضرهم كلهم؟ ألم أقول لكم هذا غلو يا أخوان ولا لا؟ الآن الشيخ ينكر الغلو وبحجة أنه يبغض الغلو ويريد جمع الكلمة. أهذا يا شيخ من جمع الكلمة والسعي فيها؟ نعم، هذا يا شيخ من إنكار الغلو وأنني أشد. وهكذا العدني يقول أفجر الناس، ولا أفجر ولا أعلم أفجر، غلو والله. وهكذا أيضا عبيد يقول يتنادون من هناك، يقول عبيد ماذا؟ هذا الرجل إن لم يتراجع اضربوا عنقه. أيوة، يعني كان فيه فتوى قلتها قبل ثم رجح لي غيرها بعد ذلك في نفس المجلد نفسه بعدة صفحات قبل عدة سنين بنحو ما قالها الشيخ الإمام وفقه الله. ومع ذلك ما انتقدوا على الشيخ الإمام لأنهم ما يريدون النقد، يريدون يحيى، هو الهدف. طيب، وهذا الرجل إذا لم يتب من هذا المقال أن الرافضة يصلى خلفهم إلا كذا، أنهم يعني ما هم كفار نحو ذلك، قال وإلا تضرب عنقه، معناه أنه مرتد مثل الحلاج، ارتد بهذه الكلمة. طيب، هذا الشيخ الإمام قالها، لماذا ما انتقدتموه؟ ألم أقل إنكم تستعملون قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ فقط دماج تترك وكل المراكز الأخرى تحت الأقدام. أعوذ بالله، هذه عدن، هذا لحج، هذه حضرموت، هذه المهرة، هذه أيضا جنوب اليمن وشمال اليمن، هذه تنزانيا، هذه أثيوبيا، دول كثيرة فيها من طلابي هنا يدعون إلى الله وتوحيده وكتابه وسنة رسوله. كيف كلها تترك؟ فيها من هذا الخير. غيرهم أيضا ممن يقيم الخير في بلاد شتى يخبرون عن واحد فيه خير أثني عليه خير وأذكر بخير، ولا أتكلم في أحد والله إلا إذا أساء وظلم وافترى على هذه الدعوة، فللحق أن أدافع عن هذا الخير، ولكل مسلم حق أن يدافع عنه فإنه خير المسلمين، أنت يا شيخ وغيرك والله. وكل المراكز الأخرى تحت الأقدام لا شيء باستثناء دماج. يا إخوان، لدينا العديد من المدارس وكلها تنشر منهج السلف، يدعون إليه ويدافعون عنه، كلهم تحت الأقدام يقصد يحيى، لا أحد يقول له أخطأت، فقد ينشدون له الناصح الأمين الناصح الأمين. هذه ليست أخلاق السلفي ولا من المنهج السلفي، لم يترك أحدا، والآن لا يوجد سوى عدد قليل من السلفيين. السلفيون البلاد اليمنية فيها خير كثير من السلفيين وربي، اي والله. اذهبوا إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن، ربما تجدون فيها مسجدا سلفيا، دعوة سلفية تقل تكثر، ما من بلد إلا وفيه خير. هذا خير والله، لا يحقر يا شيخ وفقك الله. هذا يصب مصب النعمة والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لأهل السنة جميعا وأنت منهم، أعني سواء العلماء قبلك أو بعدك، الباز، الألباني، العثيمين، الفوزان، العباد، سائر أهل العلم الذين يدعون إلى السلفية، شيخنا رحمه الله، سائر أهل العلم وسائر أهل السنة يدعون، هذه من ثمار دعوتهم. لا يحقر هذا الخير ويقال ما في إلا هذا وما في إلا هذا من أجل هذا التحريش. كل هذا أقول لك لا يستطيع الشيخ وفقه الله إثبات شيء يزيد على أن هذا زائد عن فتنة العدني. هذا الكلام كله محوره على فتنة العدني، فلهذا السلفيون كلهم هم العدني وشلته ومن تأثر به، وكل من ظلمنا هو السلفي، وكل من معنا هو الغالي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نتذكر بتقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا خطأ يا شيخ يضر والله، يضر الدعوة السلفية، يضرني، يضرك في الدنيا في الآخرة، يؤدي إلى عواقب غير طيبة، يتهاتر الناس على حسابنا، ما لهذا أساس. نعم يضرني، يضر السلفية والله. عدد قليل من السلفيين في ناحية من البلاد، وبعض طلب الدماج في ناحية أخرى لا يوجد سلفيين إلا هم. هذا غلو، دعوا هذا الغلو، دعوه. أنا أدعو وأنت دعوه، فوالله إن كان عندي غلو فواجب أن أدعه، وإن كان هذا التبديع بالكون من محمد عبد الوهاب وكذلك منك للدعوة السلفية في اليمن والمضاد لها، يا أخي إن كان النخر في عضد دماج، فما هي السلفية التي تدافع عنها في اليمن إن لم تكن مرعية؟ إن كان النخر في عضد الدعوة السلفية فيما تعلموا فيه هم وغيرهم من البلاد الإسلامية، فما هي السلفية إذن التي أنت تدافع عنها؟
بحجة الغير عليها. وفقك الله. قال اذهبوا إليه قولوا له اتق الله، قولوا له لست إمام الإنس والجن. لا أنا إمامهم ولا أحتاج أن يقولوا لي والله لا أنا إمام إنس ولا جن، أنا مدرس إخواني، ابتليت بهذا وأسأل الله أن ينفعني وينفع بي وينفع بإخواني ويدفع عني وعنك كل فتنة وكل ضر. بارك الله فيك. ما يحتاج أن يأتي إلي الحملات يقولوا لي هذا خاصنا من قبل ومن بعد على هذا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أعرف قدر نفسي والله أنني لا أحتاج أن يأتي يقول لي أنا ما أنا إمام الجن والإنس، ولو قال أحد هذا لا اعتبرته لا أنكرت عليه ولا اعتبرته من المخطئين. لست إمام الإنس والجن كما يدعي أتباعه، كل ما نسمعه هو كلمة أتباعك أنا ما أحبها، إخوانك وطلابك مثلا وتلاميذك وكذا، أما أتباعك كلنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما نسمعه هو إمام الثقلين إمام الثقلين. هذا يدل يا شيخ أنك تسمع عني السيئات ولا تسمع من قبلي ما يأتي من الحسنات. إذا كان كل ما تسمعه هو فقط هذا الذي يأتيك فاعلم أن هذا والله ما نقول لك عني إلا الشر، ولا نقول لك الخير، ولا نقول لك العلم يعني ماذا يعني الذي في موجود هنا. إذا كان كل ما تسمعه هذا فهذه تفيدك أن القوم لا ينقلون لك إلا ما فيه حرش وفتنة. من يقول هذا يا إخوان أن ما أنا إلا إمام الثقلين وما عندي إلا هذا فقط والغلو. طالب من دماج: يا شيخ هذا ليس من الشيخ يحيى الحجوري، هو لا يصر بهذا، إنه من الطلبة، إنه من الشعراء. من الشعراء وتاب. ونحن قلنا الخوارج يقبلون التوبة، والله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فتكرار ذلك نعم في قصة موسى وآدم معروف، يعني رجل أخطأ وتراجع عن هذه الكلمة، حصل فيه غلو، والشعراء يكون الشاعر له نزوة وما إلى ذلك، وبعضهم يقول الشعر أعذبه أكذبه، نحن نقول الشعر أعذبه أصوبه وما إلى ذلك، نعتقد الحق والله ندين به، هذا خطأ. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي هل وبخهم على ذلك؟ نصحتهم، ما يلزم أن كل من أخطأ وبخه، ما يلزم. الناس لو تكيل لهم الأموال بالزنبيل وأنت تهينهم وتريد تضغطهم وتجبرهم والله ما يرتاحون لك ولا يقبلون على دعوتك. ولكن إذا حصل نصح برفق ولين هذا الذي هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وينفعه، وقصدنا تنحية الخطأ، لا قصدنا الجبروت على الناس والتوبيخ. اسكت أنت افعل كذا يا أخي، ما صحيح هذا، ما صحيح يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي يمسك هكذا ويقول لي يا رسول الله أعطني من مال الله لا من مال أبيك. يأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء، يأمر له بعطاء، وغدراه يطلب حقه. قالوا قاتلك الله، يغدر رسول الله. قال دعوه، ذهبوا أتوه بحقه، ثم زاد على ذلك، ثم قال أوفيتني أوفى الله بك. رجل يأتي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، يا رسول الله أذن لي في الزنا، فيقول دعوه أدنو فيدنو، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ وهكذا يعني إلى آخر ذلك. ثم يقول اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشخص وهو على خير بدون ما يحتاج إلى أن نزجرهم. ما أتعامل أنا بالزجر، أتعامل بالخير. إلا من رأيته يفتن في الدعوة ربما أزجره وأتكلم فيه بما يستحقه وبأقوال شديدة، فإن هذه دعوة الله، الكلام فيها يضر الإسلام والمسلمين، دعوة الحق والله. وهكذا ذلك لما تكلم في الصلاة يا رسول الله قال والله ما كهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كهرني. تكلم في الصلاة قال يعني ماذا واثق الأمياه، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من شيء من كلام الناس. والرجل الذي بال في طائفة من المسجد وهموا به ما زجره ولا قال له افعل كذا، ولا طرده النبي صلى الله عليه وسلم، ما طرده. قال دعوه لا تزرموه، صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا به أسوة. قالت المرأة وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فما زجرها ولكن نبه على الخطأ. هل تبرأ علنا من هذا الكلام؟ لا، أنتم صفقتم له حتى وصل إلى هذا الغلو. في التصفيق ما يجوز التصفيق للنساء والتصبيح للرجال، كيف صفقنا؟ واحد صفق ولا واحد. جلسنا معه كلمناه لكنه لم يسمع. جلسوا معي وهذا معروف، لما حججنا وزرناه وأكرمنا مشكورا، وهو والله يا أخوان يحب أهل السنة،
يعني أنا أقول كلمة حق، قول كلمة حق بإذن الله عز وجل فيه وفي غيره، والله يحب أهل السنة. طيب، وبعد ما أكرمنا الرجل يعني هو مائل إلى عدم حزبية العدني، وأنا أقول بحزبيته، والرجل والذين كانوا هنا من طلابي أنا أعرف بهم من غيري، إنما ذهبوا يترجمون عنده ويفعلون كذا، ويا شيخ أنت يعني تحتاج أن تضبط الحجوري وما سيصدر الحجوري إلا أنت وما إلى ذلك ومن هذا الكلام. طيب، فقال للمشايخ أنت ترى أنه حزبي، أنت ترى أنه حزبي، أنت ترى أنه حزبي، وأنا ساكت. إي والله. وبعد ذلك خذلوني في ذلك المجلس، هم قد انتقدوا، ما قالوا يا شيخ وإن لم نرى حزبيته رأينا خطأه. رأيت أن الحملة فوقي والله كبيرة، وعدة مشايخ بما فيهم الشيخ ربيع فوق كاهلي. فبعد ذلك سكتوا، جزاكم الله خيرا حياكم الله، ما أقول لهم يعني أبقى أصارع لك بين الشيخ ربيع وبين الجماعة، فسكتوا. أما مسألة أنني يعني قلت لهم ما هو حزبي أو قلت لهم، بل قلت لهم يا شيخ فرضوا أنه هل عنده خطأ ولا ما عنده خطأ. قال البرعي في ذلك، الشيخ البرعي يقول في ذلك المجلس إن لم يكن عنده خطأ ما قبل الشيخ لحيتك تعفو عنه. طيب، على ذلك تفرقنا، وهذا الذي حصل في مجلسه. إن كنت نسيت شيئا أو زاد شيئا ربما مع الأيام، ولا والله هذا هو الذي أعرفه. نعم، بارك الله. قال والله إنه يعتقد أنه هجوم الرافضة نعمة، لكن أخي والله ما أعتقد هذا، والله لقد ظلمت منهم وقتل أخي شقيقي، كيف أعتقد أنه نعمة وهدم بيتي؟ كيف أعتقد أنه النعمة بالهاون وأنا فيه ما بيني وبين الهاون إلا مقدار أذرعه، يعني كان بيني وبينه، وضربوا في المكان الآخر أيضا في مكان خروجي وسلم الله، وجرح من جرح من طلابي، كل هذا أنا أعتبرها نعمة. 70 شهيد في البراقة بغيا وعدوا من الرافضة، وأنتم كنتم تتألمون على هذا يا شيخ، ما الذي غيرك؟ نعم، إنه والله هؤلاء المحرشون، وتتواصل معي متألما ومتحرقا ومحبا، وأنا كذلك محب لكم، وبيني وبينك الحب والأخوة يفسد أخوتنا هؤلاء الفجرة. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم، وهذا كله ما زال الجرحى في دول العالم نعالجهم إلى الآن، وهذا كله أنا فرح به وأعتبره نعمة. هذا أعتبره ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشر والخير يعتبر فتنة وبلوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، الأنبياء فالأمثل فالأمثل، إن كان في دينه رقة خفف عنه، إن كان في دينه شدد عليه قوة وشدد عليه. وهب أننا مذنبون ونحن ما نسلم من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، قال الله عز وجل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. عسى الله أن يكون هذا من مكفرات الذنوب لنا، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ألفاظ أحد الصحيحين، صاحب أحد الصحيحين، ما يصيب المسلم من نصب، في لفظ المؤمن، من نصب ولا وصب ولا أذى ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. أنا أتألم الله مما يحصل من والدنا ربيع حفظه الله ووفقه، أنهم قلبوه رأسا على عقب فيما كان في الأيام الماضية متألما ناصحا، نعم، موجها محبا متواصلا، على مستوى أنه يقول زار ما بيني وبين الشيخ يحيى إلى الأبد وما إلى ذلك أيضا من عندنا، وفرحنا بذلك والله حرصا على الدعوة تحابا بين أهل السنة. أبى هؤلاء إلا أن يرابطوا عند بيته الفتنة، يعني بسم الله، ويؤزونه وقد قال، نعم يؤزونه وقد قال بعضهم لأحرشن بين الحجور وبين أهل العلم. وقد قال الشيخ رحمه الله من قبل، أنا أذكرك هذا يا شيخ وفقك الله، تواصل معه الشيخ أو قال له يا شيخنا رحمه الله، يا شيخ أنت تقول عندي، يا شيخ ماذا أنت تقول عندي حزبيين؟ يعني الشيخ ينتقد على شيخ ربيع، قال له ما يؤمن أن يكون عندك حزبيون مثلا فيما كذا، وربما هو بعيد إلى حد هذا القول مضمونه هذا. ثم قال الشيخ ربيع يا شيخ إن واحدا يقول لأحرشن بينك وبين الشيخ مقبل، وهو يقول عازم على ذلك، فقلت فأنا أنبهك على هؤلاء. قال له الشيخ لو انتطح جبلان ما حصل بيني وبينك يعني إن شاء الله سوء أو حرشة. ثم ذكرني الشيخ بهذا، قال أذكرك بهذا وأنا على هذا والله. أما أنتم الناس هؤلاء يفسدوا بيننا وبينكم، اتقوا الله، ما يجوز، وظلموا الدعوة السلفية، فعلوا وغير ذلك من الأشياء المذكورة عنهم في رسائل في الشبكات تعج بهم.
فهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل، كله تأثر. حتى بعض المقولات هنا كان الشيخ يقول يثني ويقول ابتليتم ويقول ما إلى ذلك وسينصركم الله، وتأثر بأقوالهم التي كنا نسمعها هنا في هذا في اليمن منهم حين خذلونا أمام أعداء الله، ويقولون هذا بسبب كذا ذنوبهم ويحتاجون ذلك، وبعضهم يتمنى لنا الشهادة وبعضهم ما إلى ذلك من الأشياء. ما يجوز مواتاتهم على ذلك. المؤمن كالبنيان، يألم لألمه، يحزن لحزنه، ويفرح لفرحه. أما أنني أفرح أن هذه نعمة، من أي النعمة؟ من أي النعمة؟ كثير من الإخوان الذين كنا نحبهم ونجلهم وكانوا حفاظا وكذا بعضهم قتل في سبيل الله دفاعا عن هذا الخير، وهذا أنتم شكرتموه لأهل السنة من قبل دفاعا عن هذا الخير. فما الذي جعل هذا يعني التغير؟ إنه أولئك. لكن والله إنه عقوبة من الله. قل إن كان عقوبة من الله لعله يكفر ذنوبنا، الأحاديث الماضية. نعم، لعل الله يكفر به الذنوب، الأدلة الماضية. ألا أننا والله لا نتعمد ذنبا، الله عالم أني لا أحب أن أتعمد ذنبا من الذنوب، ولكن لا أسلم من ذلك. فإن طهرني الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب يعني ماذا بالتمحيص، مثل هذا الابتلاء بيننا وبين المشايخ وكذا، لعل ذلك تمحيص ذنوب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. وقد ثبت عند أبي يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكبر عمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه، يبتليه يعني في أهله في ماله في نفسه حتى يبلغه الله إياها. عسى الله أن يكون كذلك. أما أنها عقوبة لنا من جنس عقوبة الكافرين وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا لا، إنما لعل الله يكفر عنا ذنوبا إن كانت كذلك. لكن والله إنه عقوبة من الله على افترائه على أهل السنة طيلة 7 سنوات. لا، ما افتريت أبدا، لكن أدافع عن إخواني وعن هذا الخير، وبغي علي وأنا مظلوم، وهذه حقائقي وهذه براهيني، وغيرها كثير عني وعن إخواني. الفتنة التي سببها في جميع أنحاء العالم بغلوه في كل البلدان. لا، الفتنة التي حصلت هي بسبب التجييش يا شيخ وفقك الله، ما هو غلوي أبدا، بسبب التجييش الذي يأتي مثلا زائر ومجموعة منهم من يأتي زائر وهو يريد هذا التجييش، ومنهم من يأتي زائر لا يريده ويجيش، قوموا على فلان، فعلوا فلان، قوموا قوة الرجال. هذه حصلت علي فتنة. طيب طلابي في كثير من الأماكن، إخواني وأصحابي في كثير من الأماكن ينهون عن هذا الشر، ينصحون بالبعد عن ذلك، يحذرون ممن يقوم علينا بالفتنة، هذا سبب الفتنة. أما أنها بغلوي لا، ما عندي غلو أنا، ولا أعتقد ذلك، ولا أدين الله به، وأعوذ بالله منه. في كل البلدان التي ذكرتها سابقا والله إنه عقوبة، في حين يعتقد هو أنها نعمة، هو يعتقد هذا، لكن هذه عقوبة من الله نتيجة أعماله وأعمال طلابه. ما أعتقد هذا، أنا أعلم بقلبي منك، نتيجة أعماله وأعمال طلابه. والله لم نرى هذا النوع من الغلو في أهل البدع مثل ما رأينا عند طلبته. يا إخوان اتقوا الله، كيف هذا؟ يعني الرافضة ما عندهم غلو من عندنا وهم يقولوا حسينا ليه ما تجينا؟ الصوفية الذين يحبوا هكذا ويدبدب إلى أن يصل إلى ركبته ويقبله ويرجع إلى الخلف ما عندهم غلو مثل ما عندنا. أنا أقول لكم كلام خرج مخرج غضب وانفعال، حتى إنه أخبرني بعض الحاضرين أنه كان يتكلم ويرتعش، والكلام إذا كان في وقت غضب ربما يحصل فيه زيادات ونقصان، هذا من الزيادات التي حصلت في ذلك الكلام، ولا ينكر ذلك أحد. هذه نصيحة، إن حصل مني خطأ أرجو من الشيخ ومن السامعين يعني مثلا زلل أو خطل، ولا أريد مثلا والله أن يخرج من لساني، المسامحة فيه، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب